آخر خبر ياخذنا للنجم الصاعد نصيف زيتون اللي كنا بنحبه ما شاء الله عليه. أي عمل بيقدمه لازم يكون ناجح. نسبة الاستماع على كل التطبيقات هاي أند عالية جدا. فريق عمل أرب وود يا بلال راح لعند نصيف زيتون، هو عم بيقوم بتصوير فيديو كليب جديد لأغنية بربك مع المخرج سعيد المروق. كيف كانت أجواء التصوير؟ خلونا نشوف سوا. هالعام كان حافل بالنجاحات للمطرب الشاب نصيف زيتون، بيستكملوا بتصوير أغنية بربك بطريقة الفيديو كليب ويلي بينتظرها جمهوره بكل شوق. بربك فردت حالها بالألبوم صراحة، أنا بحبها على يعني من أقرب الأغاني لإلي على قلبي صراحة كمان بالألبوم، وحابب أرشفها بكليب. مهم إنه تطلع صورة حلوة، أكيد مع الأستاذ سعيد رح تطلع الفكرة المهضومة البسيطة، بس في شيء علينا لازم نطلع نحن مهضومين. أنا عن حالي إن شاء الله هيك يتقبلونا العالم يشوفونا مهضومين. بربك حدا قلبي بيحبك، حتى القمر على الأرض بنزلك. أغنية بربك حققت نجاح جماهيري ونسب استماع عالية قربت ال50 مليون، وبتصعب مهمة المخرج سعيد المروق عن تقديمها فيديو كليب. وبيصير الجمهور كل واحد بيتخيل له فكرة على ذوقه على حسب ما هو بيشوفها، فبيصير صعب كتير طلع له هيدي الفكرة من خياله. حاولت انه اشتغل اكثر على فانتازيا برودواي ستايل مع لغة هيك بينه وبين القمر. قمر نزال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منا. عن تقديم أي فيديو كليب المخرج سعيد المروق بيوضع بعين الاعتبار عدة عوامل، بينما يظل أهمها بأغنية بربك. الجمهور النسائي الشرس اللي كان طوش لي راسي على المسجات وعلى الفيسبوك وعلى التويتر، ما تطلع بنت معه فطلعنا بنت معه. بعين المخرج كيف بشوف إمكانيات نصيف بالتعامل مع الكاميرا؟ انترستينج قدام الكاميرا شكلا وحضورا، في كاريزما هيك عنده اياها حلوة، لذيذ قدام الكاميرا، مختلف عن غيره. النجمة إليسا أشادت بأكثر من مرة بموهبة وأداء نصيف، فشو بيقول عنها؟ بحبها كثير وبحب كثير كل شيء بتقدمه، مزوقة وبتعرف تنقي الأغاني بطريقة توصل للقلب، قلب كل حدا بيسمعها. بحب لها ما بدك نبقى حبايب ولا تبقى عن عيني غايب. بحبها كثير هي الأغنية كثير. قدم هالصيف عدد كبير من الحفلات الناجحة، إلى أنه حفل القادم بقرطاج له مكانة خاصة عنده. نقطة مفصلية بحياتي الفنية أنا بعتبرها، وطموح كل شاب أو كل فنان يوقف على هذا المسرح. فأنا بوجه تحية للشعب التونسي وبقول لهم إن شاء الله يا رب نعمل حفلة من العمر.